حرائق دولة البرتغال مع الأسف ما واقع هذا هو. نحاول أولا الاتصال بالجالية نتاعنا ونسأل على أحوالها ونشوف في البلد. دولة تربطنا بها أواصر تاريخية قديمة جدا. مع الأسف ما واقع هذا هو. نحاول أولا الاتصال بالجالية نتاعنا ونسأل على أحوالها ونشوف في البلد. دولة تربطنا بها أواصر تاريخية قديمة جدا. مع الأسف ما واقع هذا هو. منذ عام 62 900 ألف عام الاستقلال إلى اليوم الجزائر لا تملك طائرة واحدة لإخماد النيران، في حين الجيران عندهم 5 طائرات بالنسبة للمغرب. كرم الملك شفاه الله، اقسم بالله العظيم غير وليت نحبه. دائما هو السابق، دائما في الخير، دائما تلقاه. ماني مغربيه ما عندي حتى صله به، وقسما بالله غير وليت نحبه على الخصال الحميده اللي عنده. دائما هو السابق، دائما في الخير، دائما تلقاه. كنت أنظر إلى بيتي عاجزا أمام ما يحدث. نجوت مع عائلتي وهذا هو الأهم. ألسنة النيران تتصاعد من غابات وسط البرتغال بعد أن اندلع حريق هائل حشد لأجله ما يقارب 500 رجل إطفاء وأكثر من 160 آلية لمكافحة الحرائق، لكن الحصيلة بدت ثقيلة منذ الساعات الأولى للمأساة. للأسف أنها بلا شك أكبر مأساة عرفناها منذ سنوات على صعيد حرائق الغابات. السلطات البرتغالية أوضحت أن حدة الحريق اشتدت بشكل مفاجئ، وأن القتلى تفحموا داخل سياراتهم عندما وجدوا أنفسهم محاصرين من النيران على الطريق المؤدية إلى القرى المجاورة. بعض الذين نجوا يتحدثون عن لحظات رعب لم تشهدها المنطقة من قبل. كنت أنظر إلى بيتي عاجزا أمام ما يحدث. نجوت مع عائلتي وهذا هو الأهم. كنت في منزل شقيقتي عندما داهمتنا ألسنة النيران وبدأت البيوت القريبة منا في الاحتراق. لحسن الحظ أن رجال الإطفاء والشرطة جاءوا لنجدتنا. الأولوية الآن بالنسبة للحكومة البرتغالية كما أعلنت هي السيطرة على الحريق الذي اتسعت رقعته قبل أن تبدأ التحقيق في أسباب هذه المأساة، علما أن البرتغال تشهد هذه الأيام موجة حر شديدة تجاوزت 40 درجة في مناطق عدة. البرتغال طلبت مساعدات من دول مجاورة، والمغرب أرسلت لها طائرات ضخ مياه ورجال إطفاء وفرق طوارئ عسكرية. قامت القوات الملكية الجوية بإرسال طائرات كناطير سائل 415 إلى المنطقة، بحيث كانت الأولوية ديالنا هي تأمين الساكنة وممتلكات ديالها. نجاعة عملية التدخل ديال القوات الملكية الجوية ولصرف مكافحة حرائق الغابات تعتمد على 3 ركائز مهمة. أول حاجة وهي يعني سرعة التنفيذ، ثاني حاجة وهي التنسيق المحكم بين جميع المتدخلين، وثالث حاجة وهي الكفاءة والدراية العالية للأطقم وللطيارين المغاربة. اليوم هو اليوم السادس من اندلاع حرائق مستعرة في البرتغال. رجال الإطفاء منهكين ما زالوا يواصلون جهودهم لمكافحة حوالي 40 حريقا نشطا. حرائق أودت بحياة 7 أشخاص حتى الآن، منهم 3 من رجال الإطفاء حوصروا بسبب نيران يوم الثلاثاء. برازيلي احترق حتى الموت يوم الاثنين أثناء محاولته استعادة أغراضه من المكان، ومتطوع توفي أيضا يوم الأحد خلال عملية تدخله لإنقاذ آخرين. الحرائق أصابت 60 شخصا آخرين، منهم 10 في حالة خطيرة، كما التهمت 90,000 هكتار من الغابات والأراضي الزراعية على الأقل منذ يوم السبت الماضي، ودمرت عشرات المنازل. مساعدات البرتغال طلبت مساعدات من دول مجاورة، فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، والمغرب أرسلت لها طائرات ضخ مياه ورجال إطفاء وفرق طوارئ عسكرية. بحسب السلطات البرتغالية سبب هذه الحرائق بشري كحال أغلب الحرائق في العالم، لكن لماذا نتحدث إذن عن دور التغير المناخي؟ لأنه بكل بساطة لولا الجفاف والحرارة الخانقة والرياح العنيفة لما ازدادت رقعة هذه الحرائق ولما خرجت عن السيطرة إلى هذه الدرجة. إذا شاهدنا هذه الخارطة للبرتغال سنجد أن الحرائق تتركز في الشمال والشمال الغربي ووسط البرتغال. وفي هذه الخارطة أيضا التابعة التي نشرتها وكالة ناسا حول خطر اندلاع
الحرائق سنجد أن الوكالة الأمريكية وضعت كل البرتغال تقريبا وضعت أغلب مناطقها ضمن المنطقة الحمراء بعد صيف حار جدا. جفت النباتات إلى درجة كبيرة وباتت جاهزة للاشتعال بمجرد اندلاع أي حريق. لكن رغم هول هذه الحرائق منذ السبت إلا أنها لا تقارن أبدا بحرائق 2017 التي خلفت في البرتغال 116 قتيلا وحرقت 500,000 هكتار. البرتغال منذ ذلك الحين ضاعفت استثماراتها في مجال الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، خصوصا وأنها تقع في الخطوط الأمامية في مواجهة ارتفاع الحرارة في أوروبا. نحاول مساعدة رجال الإطفاء لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى الطعام والماء. هذه هي طريقتنا في شكرهم. كرم الملك شفاه الله، اقسم بالله العظيم غير وليت نحبه. دائما هو السابق، دائما في الخير دائما تلقاه. ماني مغربيه ما عندي حتى صله به، وقسما بالله غير وليت نحبه على الخصال الحميده اللي عنده. دائما هو السابق، دائما في الخير دائما تلقاه. لم أرى شيئا كهذا من قبل، كل شيء في الشارع هناك يحترق. بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أرسلت القوات الملكية الجوية طائرتين من طراز كانادير وطائرة دعم من طراز كاسا اليوم إلى مونتريال بالبرتغال للمساهمة في جهود السلطات البرتغالية لمكافحة حرائق الغابات في شمال البلاد، وذلك في إطار مبادرة مشتركة شاركت فيها أيضا طائرات إسبانية وفرنسية وإيطالية. وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه تمت أيضا تعبئة 4 طواقم وفريق تقني من سرب مكافحة الحرائق التابع للقاعدة الجوية الثالثة للقوات الملكية الجوية في إطار هذه المهمة التي تأتي استجابة لطلب الدعم من السلطات البرتغالية. اختلط صوت أجراس الكنيسة مع صوت لهيب النار هنا في بلدة ريبيرا الواقعة شمال البرتغال. يكافح السكان النيران التي تجاوزت الغابات وأتت على عديد المنازل وراح ضحيتها مواطنون ورجال إطفاء. نحاول مساعدة رجال الإطفاء لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى الطعام والماء. هذه هي طريقتنا في شكرهم. أكد مختصون أن النصف الشمالي من البرتغال شهد أسوأ الظروف الجوية التي تزيد مخاطر الحرائق منذ سنة 2001. غدا الخميس نتوقع زيادة في نسبة الرطوبة وهناك فرصة لهطول أمطار رغم أنها قد تكون متفرقة، لكننا نتوقع بعض الأمطار التي قد تساعد في تحسين الوضع. حشدت البرتغال حوالي 5300 رجل إطفاء لمجابهة أكثر من 50 حريقا نشطا في الغابات. استجاب الاتحاد الأوروبي لطلب لشبون مساعدات لوجستية عاجلة تتمثل خاصة في طائرات مكافحة الحرائق. مددت حالة التأهب السارية منذ ظهر السبت حتى مساء الخميس بسبب خطر الحرائق الذي صنف في أقصى مستوى في جزء كبير من النصف الشمالي من البلاد. ومرة أخرى تتدخل الدولة المغربية الشريفة برئاسة الملك محمد السادس نصره الله في إطفاء الحرائق في دولة البرتغال ومساعدة جميع الجاليات الحاضرة وخصوصا الجالية المغربية والجزائرية يعني في هذه الأحداث اللي وقعت في البرتغال ديال الحرائق. تدخل اللي عهدناه على المملكة المغربية الشريفة دائما، وكيف ما سمعتوا في التعليق الجزائري على هذا الشيء اللي وقع، يعني مواطنين فرحانين، مواطنين جزائريين فرحانين بالتدخل المعهود ديال المملكة المغربية دائما في مساعدة الآخرين في إطفاء الحرائق، في يعني في المساعدة الطبية، في المساعدات، في جميع أنواع المساعدات. المغرب دائما حاضر دائما. سمعتوا الخطاب ديال عبد المجيد الرئيس الجزائري، يعني قال شي هضرة عجيبة شوية الصراحة، يعني في الوقت اللي خصو يوفر ديك الطائرات على حساب الحرائق ويسول في الجالية،
قال لك غادي نسول في الجاليه، نعيط ونسول واش راهم بخير، واش كاين شي واحد في يعني واقعه في بلاصتو في ديك البلاصه الحرائق، وغادي تعيط وتسول كي راه داير هذا السيد، كي راه الجاليه الجزائريه. اكيد راه الجاليه غادي تكون مكرفصه وغادي تكون يعني محنه وكتسنى المساعده، والحمد لله المغرب ما بخلش، المغرب دائما حاضر وصيفط المساعدات في اطار الاخوه الدائمه، في اطار المساعده الانسانيه اللي كيقدم المغرب لجميع انحاء الدول. في اي بلاد وقعت كتلقى المغرب حاضر الحمد لله. كان حاضر في فلسطين، كان حاضر، كان دائما يعني هو في المقدمه ديال الدول اللي كتساعد. هذا شرف كبير للمغاربه ومساعده يعني متميزه للمغرب اللي ما كيبخلش على جميع الدول وعلى جميع الاشخاص مهما كانت الديانه ديالهم. يعني في الديانه كيف ما كانت يعني كتبقى الانسانيه حاضره بقوه في المغرب وفي العقليه المغربيه الحمد لله. يعني هذه الاحداث اللي وقعت يعني كان عندها واحد الوقع يعني كبير، والتصريحات ديال المواطنين الجزائريين القاطنين في هذه البلايص اللي وقعت فيهم الحرائق يعني قدموا الشكر كبير للمغرب وعلى المساعده المغربيه المتميزه اللي اعتقوهم الصراحه. يعني هذا الشيء اللي نقدر نقوله في هذا الفيديو هذا. شكرا لكم، شكرا على التعليقات. كنتمناو يعني الصحه للجميع، وكنتمناو حتى شي واحد ما يتقاس بالاذى، وهذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو. والسلام عليكم.